ممكن بعد اذنكم تطلعوا بقى من شوربة لسان العصفور وتيجوا معايا تشوفوا العظمة دي. هنعمل مع بعض احلى لسان عصفور وكمان احلى واطعم كفتة فراخ ممكن تعملوها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة في مطبخ بنات العيلة. يلا بينا. اول حاجة بقى يا حلوين عملتها، جبت بصلتين وضربتهم كويس جدا في الكبة، وبعد كده نزلتهم في طبق وهفرم الفراخ. انا معايا صدور ووراك، ممكن عادي تستخدموا صدور بس او وراك بس، لكن انا عن نفسي عملت ميكس ما بينهم. لازم يكون الفرم ناعم جدا، وبعد كده هضيف عليها الملح والفلفل الاسود فقط، مش هزود اي بهارات تانية، وهقلب كويس، وبعد كده هدخلها التلاجة لمدة ساعة عشان تتشمع كويس. بعد ما خرجتها بدأت اكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولما اخلصها برضو هسيبها ترتاح زي 10 دقايق ربع ساعة، مش اكتر من كده. أكلة سهلة جدا جدا وطعمها في الآخر هيكون خطير، والكفتة ممكن تفرزوها وتعملوها في اللانش بوكس، هتبقى تحفة وطعمها خطير والأولاد هيتبسطوا